السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هنكمل مع بعض ونعمل تاني تفريزاتنا وهي الخضار. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنعمل مع بعض الخضار اللي بياخد منك وقت ومجهود في الصيام، وهقولك لا يا ست، وفري مجهودك ووقتك في الصلاة وقراءة القرآن ان شاء الله في رمضان. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين. اول حاجة جبت كرومبيتين صغيرين، قطعتهم نصين بالشكل ده كده، وبسكينة مشرشرة كده عشان تسهل عليك اكتر. هتقطعيهم نصين كده، مش هتقطعي بالورقة ولا حاجة وتحطي في الحلة، لا هتقطعي نصين عشان توفري وقتك ومجهودك وتعملوهم بسرعة كده بالشكل ده، ولا هتقطع معاك ولا تفرول ولا اي حاجة. محشي الكرنب طبعا من اكتر الحاجات اللي لازم تفرزيها قبل رمضان ولازم تعمليها في رمضان. وبس كده قطعنا الكرنب بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. معايا حلة على النار بتغلي فيها ملح وكمون. هجيب النص ده كده وهحطه في المية بالشكل ده كده. ما هياخد يعني اقل من دقيقة كده، وهروح مطلعه على طول. هجيب مقص كده يكون مقص للمطبخ بس فقط لا غير، يعني تقطعي بيه خضار بالشكل ده، تقطعي بيه عيش، ما تستعملوش في حاجة اكتر من كده، خليه للمطبخ بس. بصراحة المقص يعني في محشي الكرنب بالذات بيسهل عليك خالص، يعني بدل السكينة ف... فبينجز معاك يعني بسرعة. اهو اقطع كده زي ما انت شايفة كده. هقطع دلوقتي الكمية كلها، وطبعا العصيان دي مش هنرميها، هنعمل بها مخلل. طبعا كلنا بنعمل كده، نحوشها كده ونخليها على جنب بالشكل ده كده. احيانا انا بعمل الحشوة بتاعت الكرنب وبحشيه وبشيله في الفريزر يفضل زي ما هو، واطلعه احطه على النار على طول، ما يحصلوش اي حاجة ويفضل زي ما هو عادي خالص. دلوقتي هبدأ في محشي الكوسة. جبت كمية كده من الكوسة اللي هي يعني منقيها كوسة من اللي هي صغيرة خالص. الكوسة اللي هي صغيرة خالص بيبقى طعمها حلو قوي في الحشو. ويعني ما انصحكيش ان انتي تجيب الكوسة وتقطعيها وتشيليها في الفريزر، لان الكوسة عبارة عن كمية من المية، فالمية بتاعتها دي في الفريزر بعد ما تطلعيها يعني فموضوعها يعني بيفشل كده في الفريزر. انا بعملها كده على طول، بجيبها كده زي ما هي، لا احكها بالسكينة من بره ولا اي حاجة، هي كده حلوة خالص. بغسلها كويس جدا وبعدين واخليها بطبيعتها زي ما هي كده، لان القشرة بتاعتها من بره يعني تحشيها ليه، القشرة بتاعتها من بره يعني هي اللي فيها الفايدة كلها. فريتها كويس جدا كده زي ما انت شايفة. هتقولي له وهي هتفضل كده في الفريزر زي ما هي؟ اقول لك ايوه، تطلعيها من الفريزر متجمده زي ما هي، ما تخليهاش تفك، تعملي الخلطه الاول بتاعه المحشي وبعدين تروحي مطلعاها من الفريزر تحشيها على طول وتحطيها على طول في الحله، يعني ما تديلهاش فرصه ان هي تفك زي ما انت شايفه كده. هجيب دلوقتي الطباق وهرصها فيها وبعدين على الفريزر على طول. هترصيها كده، وبعد ما هترصيها يعني ما تحطيش حاجة فوقيها لما تحطيها في الفريزر خالص. خلصنا محشي الكوسة، هنخش دلوقتي على ايه؟ على البسلة. جبت بسلة وفصصتها وقطعت عليها جزر صغير كده وغسلتها كويس وصفتها بالمصفى. وبعدين دلوقتي هحطها في الكيس،
هفرزها دلوقتي على طول كده زي ما انت شايفة كده. اهم حاجة ان انت تطلعي منها الهواء كويس، ما تربطيهاش بالشكل ده كده على طول، لا هتحطيها على يعني هتفرطيها كده الاول اهو كده، طلعي منها الهواء خالص بالشكل ده كده، طلعي منها الهواء متخليش فيها اي هواء، بططيها بايدك كده بالشكل ده كده علشان الهواء كله اللي في الكيس يطلع. برضو معايا الفلفل، محشي الفلفل برضو هيبقى ده زي الكوسة بالظبط، هتقطعيه بالشكل ده كده وهتطلعي الجزء ده بالشكل ده كده زي ما انت شايفة كده. وبرضو غسلته كويس وزي ما قلتلك يعني ما تحطيش حاجة، هتحطيه في الفريزر ما تحطيش حاجة فوقيه عشان ما يتفعص. وطلعيه برضو من الفريزر لما تكوني عاملة الخلطة بتاعتك وتبتدي تحشيه على طول وتحطيه على طول على النار في الحلة. وبكده هنكون فرزنا محشي كوسة ومحشي فلفل ومحشي كرنب وكل الحاجات دي اللي بتاخد مننا وقت وبسلة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لي اشتراك ولايك في القناة علشان يوصلكم كل جديد من وصفاتنا. ما تنسوش اللايك السريع على الفيديو الفظيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.